من شوية كده كنت بتفرج على فيلم كان اسمه الطريق. في روسيا باظة كان طالع شخصية ضايعة تماما، مجرم ومامته بتشتغل شغلانة مش كويسة وفي السجن أساسا، وهو قاتل كمان وحياته متدمرة. سعاد حسني كانت بتحبه بقى. الراجل اعترف لها، ما خباش يعني، ما قالش لا انا كويس وتظاهر بحاجة غير طبيعته، قال لها وقال لها ان هو ما ينفعش ان هما يبقوا مع بعض. رد فعلها بقى كان صادم بالنسبة لي. الطبيعي ان اي انسانة طبيعية ترجع خطوة لورا وتبتدي تفكر بقى، هل ده الشخص اللي انا المفروض اربط بيه حياتي؟ هل ينفع اكمل معاه؟ هي ما عملتش كده، قالت له زي اي ست بتفتكر نفسها جدعة وان الطبيعي ان هي تقف بقى جنب الراجل اللي بتحبه. قالت له ما تقلقش يا صابر، احنا هنفضل مع بعض على طول وانا اقف جنبك لحد ما تتحسن وتقف على رجليك وتبقى انسان شريف. يا بنتي ما بيقولك ان هو ضايع ومش هيتغير وحياته متنيلة وبلاوي يعني. الغلطة اللي بتعملها كل بنت اللي بتفتكر نفسها بقى البنت الجدعة، وان هي لما تعمل كده بقى هيقدرها ويشيلها فوق راسه وان هي وقفت جنبه. في بعض الاحيان ده بيبقى صح ومطلوب، لكن في حالة زي دي شخص مش مناسب ليكي تماما، ما ينفعش ومفيش حد يتغير اصلا ولا هيتغير، لا عشانك ولا عشان اي سبب تاني. الصح ان انت تجري، مش ان انت تقفي جنبه وتحاولي تغيريه وتخليه انسان كويس، لان ده مش هيحصل.